السينما والتلفزيون زمان لما كانت المتعة ليها طقوس. زمان كانت السينما والتلفزيون موضوع تاني خالص. قبل ما تبقى كل حاجة متاحة بضغطة زر كان للاستمتاع قواعد. السينما كانت مغامرة، والتلفزيون كان حدث، والفيديو كان حلم كل بيت، والدش كان ثورة. الجيل الجديد مش هيفهم يعني ايه تقطع تذكرة سينما بعد خناقة كبيرة، او تروح تأجر شريط فيديو كأنه كنز، او تتخانق مع اخواتك على القناة اللي هتشوفها لان مفيش غير قناتين بس. النهاردة هنرجعك لأيام السينما الشعبية، شريط الفيديو والدش اللي دخل حياتنا شوية شوية. أيام ما كانت الفرجة ليها طقوس ومتعة، مش مجرد حاجة بتشوفها وخلاص. السينما لما كانت التذكرة تفتح لك عالم تاني. هنبدأ بالسينما. النهاردة بتفتح منصة وتشوف الفيلم في بيتك، بس زمان لا، السينما كانت رحلة، كانت مغامرة، كانت حرب حقيقية علشان تقطع التذكرة. أول ما ينزل فيلم جديد الشارع كله بيتكلم عنه، والناس كلها بتجهز نفسها للمعركة الكبرى، الوصول لشباك التذاكر. السينما كانت طبقات، اللي قادر يقطع تذكرة بنوار. أما بقى اللي زي حالتنا زباين الترسو يعني التذكرة ب3 جنيه، و3 أفلام عرض متواصل، فيلمين قدام يعني اتعرضوا قبل كده، وفيلم جديد لسه نازل. بمناسبة الترسو للناس اللي ما تعرفش يعني ايه، هي الكراسي الأولانية خالص في السينما اللي بتبقى بتتفرج على الشاشة وانت لازق فيها، يعني بترفع راسك لفوق خالص، حتى لما بتخرج من السينما بتفضل باصص في السما طول ما انت ماشي. السينما كانت أيامنا حرب وخناقات بس كنا بنخرج منها سعداء وكأننا رجعنا من معركة منتصرين. وأجمل حاجة بقى البياعين اللي كانوا بيمشوا في وسط الكراسي، دول موضوع تاني. الراجل اللي بيبيع الساقع مثلا تقول له يا عم لو سمحت أنا، ما تلحقش تنطق الكلمة وتلاقيه راح فاتح الحاجة الساقعة وحاططها قدامك. تقول له أنا كنت بسألك على الحمام، يقول لك خلاص اتفتحت، يعني هتشربها. بياع اللب السوداني اللي كان بيبيع أكتر من شباك التذاكر نفسه وعمره ما كان معاه فك، يعني تديله النص جنيه يقول لك خد بالباقي سوداني ولب برضه. وانت راجع من السينما غالبا خلاص مفيش في جيبك فلوس للمواصلات، فبترجع ماشي تحلل بقى الفيلم مع أصحابك وانت ماشي، وتعيش اللحظة لحد ما توصل للبيت. أما التلفزيون كان ليه موضوع تاني وعالم تاني. ذئاب الجبل، المسلسل اللي غير مواعيد الناس كلها. المسلسلات زمان كان شيء غير طبيعي، وكان ليها سلطة على مواعيد الناس. مش هتصدق لما تعرف ان في بعض القرى لما كان حد بيتوفى فيها كان المنادي بيقول توفي اليوم إلى رحمة الله تعالى فلان الفلاني، والعزاء بعد مسلسل ذئاب الجبل. يعني حتى الحزن كان ليه توقيت يناسب المسلسل. ذئاب الجبل مش مجرد مسلسل، ده كان حدث، كان علامة. لما هوارة دخلت بيوتنا، ولما صوت علي الحجار وكلمات عبد الرحمن الأبنودي في التتر كانوا بيخلونا ندخل جو المسلسل من قبل ما الحلقة تبدأ. ونروح للفيديو، لما كان الحلم انك تشوف الفيلم اللي مش على التلفزيون. النهاردة اي حد بيفتح يوتيوب ويشوف الفيلم اللي هو عايزه، بس زمان لو عندك فيديو في بيتكم فانت مش من عامة الشعب. الفيديو في الوقت ده كان ثورة، ويا اما يبقى عندك الفيديو يا اما تروح محل تأجير الشرايط وتعيش الدور. ايجار الشريط كان بيبدأ من 2 جنيه، ولو الفيلم لسه نازل يبقى 3.5، وده رقم مش بسيط في الوقت ده. اما احنا بقى كنا بنأجر الفيديو نفسه من استوديو أفراح في أول الشارع، كان ب10 جنيه في الليلة، ونجيب كام فيلم نقضي بيهم السهرة. وطبعا الدنيا برد فنشغل باجور الجاز ونقعد متدفيين وقاعدين نشوف الفيلم واحنا بنقزقز لب كأننا في سينما خاصة. وفي ناس تانية عندها فكرة مختلفة تماما. القهاوي كانت بتجيب الفيديو وتشغل أفلام جاكي شان وفان دام وبروسلي، أو المصارعة الحرة مثلا اللي هوجن كان هو بطلها الدائم. ونيجي لعصر الدش لما وصل عند ناس قبل ناس. قبل الدش كان عندنا الاريال فوق السطوح، واي حد يحاول يظبطه كان لازم حد تحت بيزعق له ويقول له ايوه لا 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 رجعها تاني، وهكذا طول اليوم. لكن الدش لما بدأ ينتشر الموضوع اختلف. في الاول كان عندي ناس معينة، والباقي بيحلم بس يشوف الافلام اللي مش بتتعرض على التلفزيون. بعدين بدأ عصر الوصلة، واحد في المنطقة يجيب دش ويشترك معاه الشارع كله، غالبا كان الاشتراك ب20 جنيه، ويتفرج بقى على كام قناة زيادة اللي ما بيجوش على التلفزيون العادي. وهنا حصلت النهاية الرسمية لعصر الاريال والبوستر والفيديو، ودخلنا مرحلة جديدة وهي الانترنت، عصر السايبر.
أول ما بدأ الإنترنت يدخل مصر كان مشوار السايبر هو المشوار المقدس لأي حد عايز يشوف حاجة جديدة. كل شارع بقى فيه سايبر، وكل شاب قاعد على كرسي قديم قدامه شاشة عملاقة مش منضبطة الألوان بيدخل على المنتديات وينزل ألبومات كاملة على فلاشة ساعتها مثلا 1 جيجا. 2005 سنة غيرت كل حاجة. يوتيوب طلع والدنيا ولعت، وأي حاجة عاوز تشوفها بقت متاحة في أي وقت. دلوقتي لا مقارنة. زمان كان ليه طعم، كنا بنجري على السينما ونحارب علشان التذكرة. النهاردة الأفلام بقت في جيبك على الموبايل. زمان كنا بنسهر علشان شريط فيديو مأجرينه، النهاردة كل الأفلام موجودة في أي وقت وفي أي لحظة. زمان كنا بننتظر الدش ولا الوصلة عشان قناة زيادة، النهاردة عندنا آلاف القنوات ومحدش بيتفرج عليها أصلا. المتعة زمان كانت في الانتظار، في الشغف، في التفاصيل الصغيرة اللي كنا بنعيشها بحب. دلوقتي كل حاجة متاحة، بس هل لسه ليها نفس الطعم؟ أنا ما أعتقدش.